قولي بقى ريح العاي. دي العيش الصاجة يا جماعة. الصاجة يا انت اللي تقولي. لا مش انتوا اللي الله سبحان الله، هما برضه عايزين يسمعوا كلامكم برضه، وانا اللي على طول اقول. لا عايزين يسمعوا الصوت يا ستي عمال العيش البلدي. هي لما بتيجي هي تعمل حاجه بتقول انا عامله كذا وكذا ده عيش ذره محطوط عليه دي علامه معمول بيطرحها على مطرحتين، واحده صغيره واحده كبيره. ما هو يلا بالسلامه. شوفوا كده وخلصت الحكايه. واحده صغيره واحده كبيره. قولي بقى يا عزيز. قولي لا اله الا الله زي ما محمد قلت. رسول الله. مش بتقولي ايه؟ قلت لها ما هو كده. النهارده الهوا عامل عمايله والله، يعني هو بيعكس. الهوا هوايه النهارده والله ما جاش سوا. عملنا داري من كل ناحيه منه. الله يعينكم رضا ويزودكم. ونعمه والله، ده اللي يجيبوا لنا حيل وربنا. انا كنت برحلها ما كانش تبقى عبيد. ما هو من وقت للتاني عشان الهوا بيعمل حتت عجيب، من وقت للتاني لازم اهو طلع بتاعهم بقى بنت عشان الرده لازم تكون ناعمه، عشان لما تيجي تتريح ما يتحطش تحت العيش، والعيش خفيف عجينته خفيفه مرجه فبتقطع الرغيف. بس يا ولا نام انت ورحرحتك وخبيزك يا ام واحد. تتريق عليا والله. لا والله ده رحرحتك حلو. لا يا جماعه غلطه حافظه ما بتقولش انا ما بقولش ولا الجاد. تسلم الايام. هتتريق ليه وانت عملت الرغيف وحش عشان تتريق عليه؟ ما الرغيف اترح حلو واتجالها حلو. طيب ايه بقى؟ لمسه جميل وعسل. لازم تكوني واثقه من الفوز. واثق من الفوز. انا واثقه في نفسي. واثقه في نفسك وانت بتعملي. ماما اللي كانت بتخبز وانا كنت بريحها وعلمتني الريحه، كنت اقرص وريحها. ربنا يديكوا الصحه يخليكوا ويخلي عمايلكوا يا رب. اختي كانت والله كانت تقعد زي كده، كانت تقعد تقرص وانا رايح نش بقى الذباب. احنا في حته عشوائيه ولازم من الحاجه دي نش. قولي كل حاجه. الحله اللي انا فيها مطفشه منها الدبان اهو صح كده. حلتها ما فيش فيها دبان. ما تطلعنيش لو سمحت في التليفون. طيب عارفك ان انت بتنكسفي. صورها وهي بتخبز وخابزه شكله ايه. يلا هي عملت لك يا غنت لك يا مش كنت مصوره عمك صورها يا عمك ابراهيم. صورها وهي بتخبز وخابزه شكله ايه. رامي الجمال. ابراهيم تعالى هنا بقول عسل. مش ما عرفتش احضر فيه تاني، كنت سارحه. كان معدي من هنا النهارده والله. ده كان والله ما ضحكتش عليا. لا كان هيقعد يقول لك موال. لا احسن انا كنت سارحه انا وخالتي سامي كنت سارحه معاه الغايه، لقيناه في الغايه وهو عمال يعمل في الموال. قلت له بقى شوف بقى انت حظك بقى، تعالى بقى اما اسجل لك وانت بتزرع كده وبتغني. ده صوت جميل يا سماح. ولا انا اللي كنت بغني يا سماح. ايه ونزلتيه؟ ده بيقول جابت مشاهده كبير والله لابراهيم. ده عليه حس جميل. هو كنت عطروني هقول له مش هتخضر الغله، ما نيجي نصورك وانت بتخضرها ولا انت بتزرع. ده بيبقى جايب لما قصد الباب بالليل وجايب بعد الموال مجلجل الشارع وهو جاي بعد العشاء. ما بيجيبش الباب الا بعد العشاء مع نفسه. هو رايق. ما هو في الشارع. مراته ما عادتش بتفتح جدا. بقول لك رايقه زي والله الله يعينها. الله يعينها برضه يا جماعه لوحدها برضه. بس يا من دارس الرز مع الناس في ليله هو اتاخر قال انا هتاخر في الداريه. راحت خدت الاوضه ابن ابراهيم راحت بالليل راحت يقول انا واخويا احنا الثلاثه جايبين 3 نسوان لو وقفوا على باب الشارع هيسدوه. الولايه اللي ماتت مرات حظهم بقى ربنا يحميهم له. ماتت واحده بقى. لا حول ولا قوه الا بالله.
بحاول يا خالة حفيظة. ربنا يصلح حالك مم. ويوفقك يا رب. يا رب انا وعيالك والناس كلها يا رب. والسامعين والقاعدين يا رب والمسلمين كلهم. يوفقكم كلكم جميعا. عجب الموضوع ده والفل عجبهم الناس يا يا تخت أختي. عليها الله أمال يرحمها إيه؟ تحب تحب آه. الافلام الفلاحه دي. اه تعالي يا اختي تقول اهو احنا اهو بلدنا اهو البهيمه اهيت والارض اهيت والخبيزة اهوت. فاطمة احنا تعالى. فاطمه تعالى. ايوه مسلسل فاطمة تعالى. علي يا اختي الله يرحمها كانت تحب الافلام هدى والمسلسلات سلطان وهي اللي قايمة الفلاحين ده. قايمة بالدور بسبق يعني سبكة بصراحة. مش فاطمه تعالى ايوه ما هي هدى سلطان. لما جه قالوا الكورونا ولا ايه يابا الحاج ده روان. انا عايزه يبقى بقى يا الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا اداها لنا. الحمد لله والشكر لله والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا جماعة احنا بنعمل دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده، ده حاجات من يعني الحاجات اللي احنا بنعملها في الريف اللي هي يعني خلاص يعني بدأت تنقرض. اي والله اول حاجات دي يعني الحاجات البلدي بتاعتنا مش هتلاقي اجيال بعد كده تعملها. الجيل دي كريب وكفته والحاجات اللي هي الاكل المائع اللي ملوش طعم ولا لون ولا لا له طعم، ما تحللش البتاع. لا. له طعم بس كل له. انا عايزه اللحمه كده سليمه. ماشي. اه والله جاتش اللحمه سليمه كده بقى بدخلها في الكريب، لا كفته لا باني لا الحاجات دي انا عايزه الحاجه كده زي اكل ست وست. ايوه يا جماعه بنطور يا جماعه، ايه يعني ما فيش مانع من التطور. حاجه كده على حاجه كده. بس كتر البهارات اللي هي الكتيره الشديده ديت عادت بتمسخ الاكل والله. لا كل حاجه في المعجون يعني الحاجه من بقول الشوربه بتاعت زمان بتاعت ام امي حبايه الحبهان. صدقي بالله ما كانوش بيحطوا اي حاجه وكانت الريحه بتفحفح. ليه كانت الحاجه اصلي. كنت بتمشي كده وانت جايه من المدرسه تشوف الله. بس صلي على النبي، انت لازم تعرفي اللي انت بتحطيه ليه، لازم يكون بيبقى له فايده، مش حطتان كده وخلاص. ايوه دلوقتي في توابل طالعه. توابل ايوه. لا الحاجات ديت ايوه. لا الكركم كل الحاجات ديت برضه لها فوائد كتيره. ومش ام كرمان برضو معانا ولا لا؟ في الكنافه. في الكنافه. احنا دلوقتي في الكنافه، دخلتني في البهارات وفي البتاع والمشاهدين يقولوا اي فين مش عارفه والله. احنا دلوقتي في الكنافه، فطير الكنافه يا جماعه، فطير الكنافه زي ما يكون البلد اهيت وبنولع بجاش زي ما انتم شايفين كده اللي هو الولع على الحطب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هما لازم اعمل اي حاجه لازم يصطادوني كده، هيدخلوني في حوارات. ركزوا في اللي احنا فيه. ديت عاملينها حاطين عليها سكر وفي ناس بتحبها من غير سكر. ايوه في كيس السكر هناك اهوت باين في الصوره، والسمن بيبقى العجينه طبعا كوبايتين الدقيق عليهم كوبايتين الميه عليهم كوبايه دقيق، وانا عملتها يا جماعه باللبن وكانت جميله والله. صح يا ام حنان ام دعاء؟ بدل ما تعجنها بالدقيق عملتها باللبن وكانت جميله. احلى من دي. والله طعمها روعه. تحسي كده ان هي عامله برضه زي الرز دسمه كده زي الرز. بسم الله ما شاء الله. بس انا كنت ما عملتهاش لبن خالص. يعني انا عملتها نص ونص. وانا انت عارفه اخر طرحه مطلعاها نهار ما كنت كده، طلعتها من الفريزر وسخنتها زي ما اكون معموله لسه. ما انت عايزه تعملي الحاجات دي تعينها في يومها. يعني ما انا عملتها في والله يا صفاء. ورحت حاطه بقى تسخن ازاي شويه الميه في حله سلستين والمصفى فوق وبحمام بخار تبقى زي ما اكون مسخسخه لسه طالعه من على الصينيه.
كده على ما الدخان بيروح. ماشي. يا جماعه بصوا اهو، لازم الاول كل طرحه لازم بنمسحها كده، بس الولعه يعني بتاعتها خفيفه فجت اهو. طب مش هتحطي السمنه؟ لما تهدى شويه الصينيه مولعه. لو حطيت الوقت السمنه هتتحرق. السمنه هتتحرق صح؟ طب ماشي. طب مسحه كمان يمكن العمليه تهدى شويه يعني زمان خلطت عجين وعجين. امال اهو. بسم الله ما شاء الله اهو، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. تدهنها سمنه على الصينيه، وطبعا بنرش لها كوز معين زي ما انتم شايفين الكوز كده اهو. الكنافه البلدي دي، الكنافه البلدي البلد الفلاح اهو. بسم الله ما شاء الله، شايفين رشاها ما شاء الله ولا قوه الا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا بنولعها عود بعود، ولعتها بسيطه لان زي ما انتم شايفين كده ميه خفيفه، عجينه خفيفه فما بتستحملش اي ولعه، فعود بعود. ممكن برضه نرش لها سكر من فوق برضه بتبقى طعم تاني. هي قالت لك مش عايزه بقى سكر، واحده من غير سكر. ماشي. شايفين بقى اللي ايه ديت المسكره، ديت المسكره بنرش لها سكر كده زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اهو. وانا عاملاها بالسكر وبالمكسرات، فاكره؟ حاطين فيها بتاع زبيب وبشر والمكسرات المتاحه عندي، ممكن تحطها في قلبها. الحاش. وعملناها مره بالجبنه، فاكره؟ جبنه الموتزاريلا. ايوه، ما تتحشي كل حاجه. انا ده ان شاء الله الفيديوهات باذن الله طول ما انتم معايا باذن الله ربنا يحييكم ويحييني، واللايك والشير والاشتراك هتشوفوا كل ما هو جديد باذن الله. هنعمل كل حاجه مع بعض. يا سيف نادي ماما قول لها هاتي يلا. ازيك يا عم سمير؟ عليكم السلام. قفلها على عمتي. ربنا يخليه ويخلي المحمدات كلها. كل المحمدات كده دمهم حامي كده. ساعة ما بتعمل اهوت بنطبقها، وديت بتبقى الفطير المطبق، فطير الكنافة المطبق اهو. طلبت نفس الفطير بس بتحتوى دي بقى بنترش اهو، فطير الكنافة المطبق يلا بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، بألف هنا وبألف صحة لكل من يدوكها يا رب، وبألف صحة وعلى عيونكم. ولو عايزين هنا ام دعاء اهي متطوعه، ان هي اللي يعرفني ويعرف قناتي ويعرف بلدي بتيجي وبتعمل الحباب كله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اهو. نشوفكم على خير بقى في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وحفظ الله.